السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات اللي فيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله معاش على تطبيق جديد هو اسمه ايرو في بي ان فاست في بي ان. التطبيق ده مساحته 19 ميجا، حمله اكتر من 1000 شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان هي تقدر تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر تستمتع بألعاب اونلاين وسرعة عالية للألعاب بدون ان هي تكون العاب بطيئة او تهنيك في اللعبة وانت بتلعبها. تقدر تحمل التطبيقات المحظورة في البلد بتاعتك. تطبيقات الفي بي ان دي بتخليك كأنك فاتح من مكان تاني غير المكان اللي انت فيه، فبالتالي بتخليك تقدر ان انت تتصفح اي مواقع محظورة في البلد بتاعتك، سواء مواقع اخبارية، مواقع اقتصادية، مواقع تثقيفية. آه، التطبيقات اللي بتكون مرفوضة ان هي تشتغل في البلد بتاعتك زي مثلا تطبيق فيسبوك، ممنوع مثلا ان هو يتفتح في الصين، فانت لو انت في الصين وحابب ان انت تفتح الفيسبوك لازم تكون مشغل في بي ان. تطبيقات اللي بتكون خاصة بدول معينة زي تطبيقات خاصة بدول شرق اوروبا، وتطبيقات خاصة بدول شرق اسيا، تطبيقات خاصة بالولايات المتحدة الامريكية. بتقدر ان انت تحمل التطبيقات دي وتقدر ان انت تعرف مميزاتها وتقدر تعرف تحملها على الجهاز بتاعك وتتعامل عليها وتستفيد من الامكانيات بتاعتها. ده الغرض من تطبيقات الفي بي ان. كمان بيقدر الفي بي ان ده يخليك تقدر ت... لو دخلت على اي شبكة انترنت، شبكة عامة، محدش يقدر يعرف الاي بي ادرس بتاعك. كذلك الامر لو انت فاتح انترنت، محدش يقدر يعرف المكان بتاعك او اللوكيشن بتاعك فين، لان الفي بي ان ده زي ما قلنا هو بيخليك كأنك فاتح من مكان تاني غير المكان الحقيقي او المكان اللي انت متواجد فيه فعليا. فلو انت حابب ان انت تستمتع بالمميزات دي حمل تطبيق، بس مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية. دي كده المميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه وعيب في التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولا في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس بتخش تشاهد الفيديوهات الموجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها سنه، اكتر من سنه، وتحمل التطبيق، وبعد ما تحمل التطبيق تقول لك انت ليه مش قايل على كل الحاجات الايجابيه، ليه مش قايل على كل الحاجات السلبيه اللي موجوده في التطبيق. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات اللي انت لقيتها جديده دي ما كانتش موجوده. عشان كده دايما بنقول ان احنا الشغل اللي بنشتغله ده او التطبيقات اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بينزل لها تحديثات مستمره، يعني ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من معالمه كلها. عشان كده دايما ممكن تلاقينا بننزل لكل تطبيق ممكن فيديوهين، تلاتة، اربعة. كل فترة ننزل للتطبيق لنفس التطبيق فيديوهات مختلفة. ليه؟ علشان بنبقى عرفنا ان التطبيق آه ده نزل له تحديثات غيرت فيه حاجات او بعض الحاجات. عشان كده دايما بنأكد وبننوه على الموضوع ده. وشكرا، سلام عليكم.